كده قدرنا ان احنا نمحي اثره. بفضل الله طبعا، فضل القلاع، واولهم قلعه الشيطان حسن الصباح. بس الحصار ايام مولانا ملك شاه فشل للاسف. فشل لاننا ما قدرناش عدونا صح وما كناش في احسن حالاتنا. انا بقى هخلي الاعداد 10 الاضعاف، وهمدهم بمال وسلاح وطعام يكفيهم 5 سنين. ولو استمر الحصار 1000 سنه مش هقبل غير بكل جزء من جسم حسن الصباح متقطع ومتعلق فوق معالم أسوان. لا، والراس دي بقى انا عاوزها ليا. دي انا هعلقها فوق بوابه القصر. واضح ان جيوش مولانا السلطان طلع في حرب عظيمه. طالعين قلعة ألموت عشان حسن الصباح. ربنا ينصر جيوش مولانا السلطان. استريح انت والحصان لو تحب. ربنا ينصر جيوش مولانا السلطان. انت عارف مين اقرب انسان لقلبي في الوجود؟ الله اعلم يا مولانا. زيد بن ساحون. ده شرف عظيم يا مولانا. وخطر عظيم. وانت عارف اخوات يوسف عملوا فيه ايه من الغيره. فاحذر. من مين؟ برزك وميت. عينوا عليك وغيرته منك كبيره. فاصفر الامر واحذر منه. واكتم كل اللي قلته ليك. تدريب المنضمين الجداد لازم يزيد شويه عن كده. اتحرك. رجعت. البطل رجع. دي معجزه. معجزه بكل المقاييس. لازم اقابل مولانا بسرعه. جيش السلطان في طريقه لحصار القلعه. جيش السلجوقيين الضخم راجع تاني حاصر قلعة ألموت. بس ايه تعمل كل جيوش العالم في قلعة فيها برزك وميت؟ عز الله سيدنا. رجوعك سالم كانت رؤية أنا شفتها قبل ما بعتك. ليك مقام 1000 شهيد يا برزك. مبارك المقام العالي أخونا برزك. برزك طيب القلب يا زيد. زيك. ربنا يزيده محبة وحسن ظن يا سيدنا. أنا عايز من دلوقتي القلعة كلها شعلة نشاط. نيرانها كلها مشتعلة كأن في احتفال. واللي يفضل جوه عدد محدود جدا من المؤمنين. وبالنسبة لحصار القلعة يا سيدنا؟ هنكون الجن اللي بيشوف البني آدمين والبني آدمين مش قادرين يشوفوه. احصروا جميع مخازن القلعة. وعايز أسرع فرسان يطيروا للقلاع اللي حوالينا يطلبوا المدد. ويروحوا للرعاة ينبهوهم ويجهزوهم. وعايز دفعة جديدة من شباب المؤمنين. وعايزكم تأمنوا خروج عمر الخيام وصديقه لأبعد نقطة.